يا صباح الفضايح والأسرار اللي محدش يعرفها. العالم ده مليان أسرار وحكايات. كل ما نقول إننا شفنا كل حاجة نكتشف إننا لسه ما شفناش أي حاجة. النهاردة هلف بيكم العالم ونشوف حاجات هتحسسك إنك في كوكب تاني. هنشوف احتفالات بتخلص بتكسير كل حاجة، وهنطلع الجبل نشوف مية بيتقال إنها بتمسح الخطايا. ومش بس كده، ده احنا هنقابل أكتر كائن بيحب النوم في العالم. وفي الآخر هننزل تحت المية نقابل أصغر سفاح ضربته ممكن تكسر إزاز. ركز معايا في كل دقيقة عشان الكلام اللي جاي ده بجد هيصدمك. ويلا بينا. تعال أوريك أغرب احتفال ممكن تشوفه في الهند. المهرجان ده بيفضل مستمر لأيام طويلة، بياخدوا فيه التماثيل ويلفوا بيها في كل حتة ويزينوها بالورد والألوان زي ما انت شايف كده. بس الغريب بجد مش في الزينة، الغريب إنهم بعد ما بيخلصوا الاحتفال ده بياخدوا نفس التماثيل دي ويكسروها ويروها في المية. والسبب في كده إنهم بيعتقدوا إن الإله جنيش بكده بيرجع لبيته في السماء وبياخد معاه كل سوء الحظ والمشاكل اللي كانت عند الناس، وبعدها يرجعوا يعملوا تماثيل تانية من أول وجديد. حاجة بجد فوق الخيال. ومن احتفالات المية في الهند تعالوا نروح لنيبال ونشوف المية المقدسة هناك. تعال أوريك أغرب معبد ممكن تشوفه في نيبال، وتحديداً في جبال الهيمالايا. المعبد ده ملوش زي في العالم. هو عبارة عن جدار كبير مرصوص فيه 108 حنفية، والمية بتنزل منها من قلب الجبل. بس تعال بقى أقولك على الصدمة اللي بجد. المعبد ده مكانه على ارتفاع أكتر من 3700 متر فوق سطح البحر. يعني المية اللي انت شايفها دي بتكون درجة حرارتها قريبة من الصفر. ورغم كده الناس بتسافر أيام وتطلع الجبل مخصوص عشان تستحمى تحت 108 حنفية دول، لأن عندهم اعتقاد إن المية دي مقدسة وبتطهر الروح والجسم من أي خطايا. سيبك بقى من زحمة الناس كلها وتعال نشوف برنس الراحة والأنتخة. تعال أوريك ملك الأنتخة في الكوكب، حيوان الكسلان. الكائن ده واخد الحياة ببساطة، بينام 20 ساعة في اليوم، والأربع ساعات اللي بيصحاهم بياكل فيهم ويرجع ينام تاني، لدرجة إن حركته بطيئة جدا وممكن ياخد دقيقة عشان يمشي 4 متر بس تعال أقولك على اللي هيجننك. الزتونة مش في نومه، الزتونة في معدته. تخيل إن الحيوان ده بيقعد أسبوعين عشان يهضم وجبة واحدة بس، وده لأن عملية الحرق عنده هي الأبطأ في العالم. والأغرب إنه من كتر كسله بيعمل حمام مرة واحدة بس في الأسبوع. سيبك من الكسلان اللي ما بيحسش بالوقت، وتعال أوريك الهنود إزاي كانوا بيعرفوا الساعة. تعال أوريك أقدم ساعة في الهند، ودي مش مجرد ساعة عادية، دي بوصلة في نفس الوقت، وموجودة في معبد لباكشي. الساعة عبارة عن حجر ثابت في الأرض ومنحوت عليه رسومات للإيد والرجل، ومعمولة بعبقرية هندسية مرعبة من آلاف السنين. والزتونة هنا إنك عشان تعرف الوقت لازم تقف بوضعية معينة، ومع ضوء الشمس ظلك بيحدد لك الساعة والاتجاه بالملي. ومن دقة الساعة تعال أوريك دقة السفاح اللي ضربته أسرع من الرصاصة. عمرك سمعت عن الجمبري السفاح؟ الكائن ده عنده شوك في إيده بيضرب بيه ضربة أسرع من الطلقة، وبسرعة بتوصل ل 23 متر في الثانية الواحدة. تعال بقى أقولك على اللي هيجننك. الزتونة إن قوة الضربة دي بتخلي المية اللي حواليه تغلي من كتر الحرارة، وبتعمل موجة صدمة ممكن تكسر إزاز حوض السمك، لدرجة إن العلماء بيقولوا لو السرعة دي عند إنسان هيقدر يهد جبل بإيده. بس لو فاكر إن ضربة الجمبري دي هي أغرب حاجة في الطبيعة، استنى لما تشوف الفيديو اللي جاي. عمرك شفت حد بيصطاد سمك بمغناطيس؟ مش عايزك تستغرب، بس ده اللي بيحصل حرفياً في الهند. بس الحقيقة هو مش بيصطاد سمك، هو بيصطاد فلوس مرمية في قاع النهر، والموضوع هناك بقى مهنة وليها ناسها. خليني بقى أكشف لك السر اللي ورا الحكاية دي. الموضوع مش مجرد صدفة، ده بسبب طقوس دينية عديمة بيقدسوا فيها المية، فبيرموا العملات المعدنية كنوع من الندر. ومع الوقت قاع النهر بقى مليان عملات لدرجة إنه بقى زي الخزنة المفتوحة. في النهاية العالم ده مليان أسرار وعجائب، كل ما بنكتشف فيها حاجة بنعرف إننا لسه ما نعرفش كتير. من كسل السلان المرعب لضربة الجمبري اللي تكسر الحديد، لحد عبقرية القدماء في قياس الوقت بالثانية. قول لي بقى في التعليقات إيه أكتر معلومة من الستة صدمتك بجد؟ ولو عرفت إنك ممكن تصطاد فلوس بالمغناطيس، هتروح تجرب ولا هتخاف من المية؟ ما تنساش تعمل لايك وفولو لو عجبك النوع ده من الفيديوهات، واستنى الجزء اللي جاي حرفيا فوق الخيال. سلام.